النهارده هعمل معاكم الفطير المشلتت الفلاحي. بيطلع معايا مورق بالشكل ده، وطري من جوه ومقرمش من بره. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ولا الطعم جامد قوي. شجعوني باحلى لايك. يلا نسمي بسم الله. معايا 3 كوبايات من دقيق متعدد الاستخدامات، بكون نخلاه كويس قوي. ال3 كوبايات بالمعيار بتاع كوبايه الشاي الموجوده في كل بيت. بضيف عليه معلقه ممسوحه من الملح صغيره، معلقه سكر كبيره. هي دي المقادير بتاعتي، سهل قوي. يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. واقلب بقى كده مع بعض. هضيف الميه بتاعت العجن. الكوبايه اللي بحط بيها الميه نفس الكوبايه اللي بحط بيها الدقيق. واحده واحده بالتدريج كده بنزل بالميه، وطبعا مش كل دقيق بياخد ميه زي بعضه. كده انا خدت كوبايه من الميه. هعجن بقى بالشكل ده. هلاقي العجينه بتلزق معايا شويه. هفضل اعجن فيها من 10 دقايق لربع ساعه، لحد ما العجينه معايا تبقى طريه بالشكل ده، ما تبقاش بتلزق، وتبقى بتمط في ايدي كده بالشكل ده. بصوا طريه ازاي وبتمط ازاي. بصوا العرق بتاعها. هحطها في بوله تستريح لمده ساعه. طبعا مش بحطها تخمر، انا مش حاطه لها خميره ولا حاجه. انا بسيبها تستريح عشان تبقى سهله معايا في الفرد. بدهنها بالزيت كده وبغطيها واسيبها لمده ساعه. هدهن زيت عشان اقطع الفطير واحطه عليه. طبقه بسيطه كده من الزيت. وبعد ما العجينه ارتاحت، شايفين بتمط معايا ازاي؟ شايفين العرق بتاعها؟ لازم تبقى كده، لازم تبقى طريه في ايدي كده بالشكل ده. طبعا بعد ما عجنت العجينه، لو لقيتيها بتتقطع معاكي ما بتمطش كده، تبقى لسه عايزه تتعجن تاني. لازم اعجنها كويس قوي من 10 دقايق لربع ساعه. بقطع بقى 6 كور صغيرين وكرة كبيرة. طبعا لو حابة تعمليهم فطيرتين ممكن تعمليهم فطيرتين. بعد ما بقطعهم بالشكل ده، بغطيهم بكيس او بفوطة مطبخ واسيبهم نص ساعة يستريحوا. معايا كوباية سمنة بلدي على زبدة. نص سمنة ونص زبدة، الموجود عندك استخدميه. ومعلقتين من الزيت. هقلب كده مع بعض. وهدهن الصينية اللي هفرد فيها الفطير. انا هفرد ال6 فطيرات في الصينية دي، وبفرد واحط في صينية تانية. الصينية اللي هدخلها الفرن هدهنها كويس قوي بالخليط. وكل ما بفرد فطيرة بالشكل ده بحطها في الصينية التانية. احطهم كلهم فوق بعض، وبدهن ايدي من الخليط وافرد. لازم ادهن ايدي كويس قوي وافرد بالخليط. طبعا الخليط ده هيتبقى منه مش هستخدمه كله، بس لازم ادهن الفطير كويس قوي. لو الفطيرة اتقطعت معاكي عادي، العجين كله بيلم مع بعضه في الاخر. لازم بفرد كده من جوه على بره، تبقى طبقة الفطير رقيقة كده بالشكل ده. واحطها في الصينية اللي هدخلها الفرن. وادهن تاني وافرد برضو الفطيرة التانية. كل قطعة كده هفردها بالشكل ده، واخد من سائل التوريق وافرد. اخد من الخليط بتاع السمنة والزبدة والزيت وافرد بالشكل ده من جوه كده على بره. سهلة وهتعجبكم قوي. بحطها على الفطيرة التانية. ال6 فطاير بحطهم على بعض في الصينية التانية، وبقفل بالقطعة الكبيرة اللي انا مخليتها على جنب. بيتفرد معايا بكل سهولة. كل ما بسيبه يرتاح كل ما بيتفرد معايا بالشكل ده. كده حطيت ال6 فوق بعض. بحط عليهم برضو من الخليط وافرد. طول ما الفطيرة بتتفرد معاكي كده تبقى هي مرتاحة. لو مش بتتفرد معاكي يبقى عايزة ترتاح. هفرد بقى القطعة الكبيرة اللي هقفل بيها الفطيرة.
اخد من الخليط وافرد. واشد كده لبره وافرد بالشكل ده. واحطها فوق كده واقفل بقى بيها الفطيره. هدخل بقى الفطيره من تحت كده واقفل كويس قوي، واخد من الخليط كده وافرد. بكون مسخنه الفرن على اعلى درجه، لو ما عنديش تايمر، لو عندي تايمر على درجه حراره 220 بحطها على الصاجه اللي تحت وبشغل الفرن والشوايه. لو حابه تشغلي الفرن اول ما تاخد لون من تحت تطلعيها فوق على الشبكه وتشغلي الشوايه تاخد لون. ما بتاخدش اخدت معايا ربع ساعه. بصوا لونها عامل ازاي. بدهنها كده بالزبده من نفس الخليط وبغطيها بالفوطه واسيبها 10 دقايق كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ مقرمشه من بره وطريه من جوه، جامده قوي. لو حابه الوش بتاعها يبقى طري تدهنيها بقشطه بلدي او تدهنيها بمعلقتين زبادي، بتطلع معاكي الوش طري قوي. لكن احنا بنحبها بقى بتبقى مقرمشه كده من بره وطريه من جوه بالشكل ده. بقطعها بقى بالمقص كده بيبقى شكلها حلو قوي، عشان ارصها في الطبق كده بتبقى عامله شكل حلو قوي. شايفين مورقه ازاي من جوه وطريه، ريحتها وطعمها تحفه. انا عايزاكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. ممكن ناكل معاها عسل ابيض، اكل معاها قشطه، اكل معاها جبنه قديمه، عسل وطحينه، عسل اسود وطحينه. شايفين الطعم جامد قوي. باي باي.